السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد ترك بعد ما رجع للبحرين ورجع لمرته الأولى ولولادو، مشى عمل عملية تجميل باش يفقس دنيا باطمة وتغير عليه، ولا كيلبس اللباس البحريني اللي كان كيواتيه المرة الأولى، وأنه نقص من الوزن ديالو. وكما هو ظاهر أنه دار التجميل ودار الاستيتيك كل سواء الوجه ديالو، أنه صبغ اللحية وصبغ الشعر كذلك. بعد ما شاف دنيا باطمة دارت عملية تجميل كتيرة من وراه، من راسها حتى رجليها، ودارت تغيير جذري. حتى هو مشى عمل تجميل، وشيء ملحوظ بين الوجه ديالو لأنه في الآونة الأخيرة كان غلاط بزاف ويعني همل راسو لدرجة كبيرة. لذلك مشى عمل تجميل باش يصغر وباش تغير عليه وتقدر ترجع عليه، لانه كما كان معروف انه كان واكل وشارب فيها. بعض الاعراس اللي كانت اللي كدير هو اللي كان كيجيبهم ليها، وكان عنده النصيب ديالو، وكان كيقمر كيمشي للكازينو بفلوسه هي. دابا هو عايش عاوتاني عالة على بنته، بعد ما كان عايش عالة على دنيا باطمة، ولكن دنيا باطمة ما بقاتش بغاتو، ما بقاش مسوقه ليه، وكتعيط عليه انه غير شارف وكبير عليها بالسن، وانها ما عندها ما دير بيه. واحسن حاجه اخذت منه هما دوك البنيتات بجوج، غزل وليلى روز، اللي بدلت ليهم الاسم ديالهم، ودارت ليلى روز وغزل باطمة، وحيدت الترك لانه قالك اسم غير مشرف ليها ولبناتها، ما عندها فعلا ما دير به، لأن الخيانة صعيبة على أي امرأة كما كانت الشأن ديالها مشهورة أو عادية. الله يصوب الجميع.